اكل الدلع وصل. عملنا فراخ محشيه حلوه قوي، وبعدين لقيت عندي حتتين فراخ بانيه اسيبهم في حالهم، عملت منهم صينيه جلاش بصوصات تجنن، وعملت منهم كمان شوربه فراخ بالكريمه. وبعدين شوربه الفراخ اعمل فيها ايه؟ رحت عامله منها ويكا تهبل يا جماعه، وشويه رز بالخلطه يستاهلوا بقك، والاكل حلو قوي. وخللنا شويه طماطم وخيار وبتنجان. ادخلي المطبخ قبلها بساعه ونص هتلاقي نفسك طلعتي بالجمال ده. بجد يا جماعه حلو قوي وسريع قوي قوي، لازم كلكم تجربوه. هبتدي على طول معاكم بحشوه الفراخ. انا دلوقتي يا جماعه بجيب الرز عباره عن 4 كوبايات رز ل3 فرخات، عشان انا زودت كوبايه علشان احطها حواليها. يعني انا حطيت ميه سخنه على النار تغلي، ورحت حاطه فيها الرز اللي انا لسه غسلاه حالا، وبعدين بقلبه كده وبسيبه ما يقلش عن 4 دقايق يا جماعه، لحد ما الرزايه في ايدي تكاد تكون قربت تستوي. وبعد كده بصفيها في المصفى. ببتدي بقى ان انا اخدها وهي سخنه، وده شرط، وهي سخنه احط عليها سمنه بلدي وملح وفلفل اسود، وهي اصلا روحها في الموضوع ده 3 مكونات بالظبط، سمنه بلدي وملح وفلفل اسود، ولا حطينا بصل ولا توم ولا حطينا حاجه خالص. المهم بعد كده انا هجيب الفراخ بتاعتي، طبعا انا غسلتها كويس جدا جدا، وبحب ادعكها كده بالفلفل الاسود واشطفها تاني، وبعدين حشيتها بالرز ده. وبعد كده هحاول ان انا بس اقفلها، هحاول ان انا احشي من فوق الصدر. بس عايزه اقول على حاجه، تحشي طبقه رفيعه علشان لما الرز يتكمل سوا ما يفرقعش منك المنطقه دي يعني. المهم يا ستي بعد ما تحشي بقى تتاكدي بس ان الرجلين مقفوله على الرز كويس. فعلشان تتاكدي من الحكايه دي، عشان الرز ما يقعش في الميه، حاولي يعني تقفيها بخله اسنان، او لو ما عندكيش مفيش مشكله، بس تخلي بالك عشان الرز ما يقعش. جبت ميه على النار، حطيت فيها بصلايه وملح وفلفل اسود، واول ما اتاكدت انها غليت جدا جدا ابتديت بقى ان انا اجيب الفراخ بتاعتي علشان اسلقها. والفراخ دي يا جماعه هتاخد حوالي 45 دقيقه 50 دقيقه عشان تستوي. انا نسيت اقول حاجه مهمه، الفراخ دي فراخ بيضه وزنها حوالي كيلو او كيلو وربع. دلوقتي بقى بقيه الرز اللي اتبقى بعد ما حشيت الفراخ، طبعا الرز ده مسلوق 3-4 دقايق، انا جبته شوحته، بما انه اصلا فيه سمنه وملح وفلفل، انا شوحته كويس جدا جدا، وحطيت عليه كوبايتين من الميه السخنه. يعني زي ما انت شايفه كده الميه تعتبر قده، وفضلت مولعه النار على الاخر. واول ما حسيت انها شربت الميه دي ابتديت ان انا اوطي واحطه على شياطه علشان يتكمل سوا، علشان نقدمه مع الفراخ اللي هتبقى محشيه وجميله جدا ان شاء الله. دلوقتي بقى انا بحمر المكسرات. انا بحب احمر مكسرات في معلقه سمنه بلدي. وعلى فكره كل الخطوه اللي انت شايفاها دي اختياري، اللي ما عندهاش مكسرات مش مهم خالص، ممكن تشوح شويه زبيب او مش مهم اصلا. دي الكبده اللي كانت جايه مع الفراخ يا جماعه، الفراخ اللي انا بقول لكم عليها من كيلو وكيلو وربع دي. الكبده لما اتسلقت قطعتها صغير وشوحتها في معلقه سمنه بلدي، ونزلت عليها بشويه المكسرات اللي انا اوريدي مشوحاهم، دخلتهم في بعض كده. وهنا بقى في حركه اختياري، حابه تحطي معلقه قرفه حطي، مش حابه براحتك. انا دلوقتي بقى حطيت زيت على النار، وحطيت صلصه بالملح والفلفل الاسود على الفراخ بعد ما اتسلقت، وهحمرها على نار متوسطه عشان ما تتحرقش مني، عشان طبعا انا حاطه صلصه. وتخلي بالك كويس من كل حاجه بقولها عشان تطلع معاكي حلوه جدا ان شاء الله. دلوقتي بقى انا عندي باميه فروزن، او تبقي انت اللي عاملاها فروزن يعني. المهم يا ستي الباميه دي كبيره علشان هخرطها تبقى ويكه، قطعتها صغير كده بالطريقه دي. طبعا في ناس بيخرطوها، وفي ناس بيفركوها، وفي ناس بيفرموها، اللي انتوا عايزينه يا جماعه. انا بصراحه بحب شكلها كده اكتر، عشان لما بتتفرم قوي ولادي مش بيحبوا ياكلوها، يعني بيقولوا لا دي فيها رغاوي معرفش ايه، فانا بخرطها صغير كده. المهم يا ستي جبت حزمه من الكزبره الخضراء وهفرمها في الكبه، وهجيب قرن فلفل احمر مش سبايسي فرمته برده في الكبه، وخليت بقيته علشان اعمل منه مخلل. دلوقتي بقى ايه، انا خدت الشوربه اللي طلعت من الفراخ حطيت لها طماطميه مبشوره عشان كده تلاقيها لونها احمر شويه، وحطيت معلقه من الثوم المفروم، كزبره ناشفه، وملح وفلفل اسود علشان اظبطها للويكه اللي انا لسه مقطعها دلوقتي قدامكم. نزلت بالكزبره الخضراء ونزلت بالويكه، وبعدين هخليها تستوي. الفروزن ما بتاخدش 10 دقايق وتلاقيها استوت، لو كانت دي باميه فريش كانت هتاخد حوالي 20 دقيقه. سبتها بقى كده تغلي وتكمل سوا على النار، ورحت بقى ايه بعد 10 دقايق كانت استوت، رحت انا جايبه سمنه بلدي ومعلقه من الثوم، واول ما الثوم لون ابتديت ان انا احط كزبره الناشفه. ويلا بقى نسمع الصوت الحلو ده، احلى صوت في حياتي ده ولا ايه؟ كده هي اتعملت خلاص.
دلوقتي بقى بقيه الفلفل الاحمر اللي انا فرمته اللي هو مش سبايسي، لو عندك قرن فلفل سبايسي حطيها عليه. نحط عليه معلقه من الثوم، معلقه من الكمون، ومعلقه من الشطه، وشويه ملح حلوين كده، ولو عندك بابريكا برده حطي. وحطيت ايه بقى، معلقتين كبار من الخل، وقولي يا ستي عصره نص ليمونه وما عندكيش مش مشكله. وبعد كده الميكس الجميل ده، لو تلاحظي انا يعني حاولت ما كترش الثوم، عايزه تكتري ثوم حطي. وحطيت شطه طبعا لمحبي الشطه، مش عايزه تحطي شطه ما تحطيش. ودلوقتي بقى انا جبت بتنجان قطعته من النص، يعني عملت له فتحه كده من النص، والفلفل كمان على فكره كل الفلفل ده خرمته. وجبت بقى زيت على النار قدحته كويس جدا، ونزلت بالبتنجان والفلفل. يا جماعه ما بياخدوش غير دقيقتين بالظبط وبيكونوا اتحمروا. وخلاص بعد ما اتحمروا بقى انا هحشيهم بالحشوه الحلوه بتاعتنا دي. وكده الفلفل والبتنجان معانا خلصوا. طبعا انت شايفه ان عندي بقيه خلطه هقطع عليها طماطم وخيار علشان احط الخلطه دي عليه. وطبعا يا جماعه ده الطبق ده بيتاكل وبيخلي الاكل يتاكل، وهو ده الاساس في السفره اصلا. مهما اقول لك حلو وسريع وطعم وجميل قد ايه، اكيد كلكم طبعا مجربينه قبل كده مني وعارفينه. بصي بقى انا كان عندي صدر كده من الفرخه، قلت اعمل ايه. خلاص انا قررت اعمل صينيه جلاش، واعمل كمان شوربه فراخ بالكريمه. طبعا يا ريت كان عندي كريمه. انا هقول لكم عملت ايه دلوقتي وهقول لكم ايه الصح. انا قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده بالطول، وبعدين بالكارو كده بالعرض. وطبعا الفراخ ده كان كان صدر فرخه كامل يعني، بس انت لو عندك بانيه رفيع عادي جدا. جبت معلقتين سمنه بلدي كبار، ورحت جايبه الفراخ كلها بعد ما غسلتها كويس جدا، قطعتها كارو ونزلتها كده وقعدت اشوح فيها. وحطيت معلقه من البصل الباودر، ومعلقه من الثوم الباودر، ورشه ملح، ورشه فلفل اسود، وقعدت اشوح فيها كويس جدا جدا. خلي بالك ان انا بعد ما هشوحها، انا مش دي كلها اللي هعمل بيها الجلاش اللي كنت لسه بقول لك عليه. انا هاخد منها شويه عشان احشي بيها الجلاش، وشويه التانيين عشان اعمل منهم شوربه فراخ بالكريمه، والباقيين نزلت عليهم فلفل احمر وفلفل اخضر وشوحت كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. حبيت بس ازود شويه التوابل تاني علشان يبقى طعمها حلو. زودت البابريكا والفلفل الاسود، وتظبطي الدنيا كده كويس. وبعد كده رحت حاطه معلقه كبيره من الصويا صوص، معلقتين من دبس الرمان، معلقه من الهوت صوص. الهوت صوص بديله الشطه، بس دبس الرمان بدلها انك تحطي معلقتين عسل اسود على عصره ليمونه كده، هتبقى معاكي حلوه جدا جدا. ما عندكيش هوت صوص حطي شطه وعليها معلقه صلصه برده هيبقى بديل كويس. انا جبت صينيه وجبت الجلاش قطعته عشوائي زي ما انت شايفه كده، وجبت صينيه تحط لها معلقتين كده من الزبده او من السمنه البلدي. تتاكدي بس كويس ان انت وزعتي الزبده دي كويس عليها، لازم الزبده تشربها كلها. طبعا انتوا زي ما انتم شايفين انا ما عملتهاش رقات ولا حاجه، بس لازم تحطي كميه سمنه كويسه علشان ما يطلعش منك الرقاق ناشف. حطيت نص كميه الجلاش، وبعدين حطيت حشوه الفراخ. يا جماعه طعمها حلو جدا جدا. حطيت الحشوه دي، وبعد كده حطيت بقيه الجلاش فوق. وبعد كده برضو جبت سمنه بلدي تاني وقعدت احط كده فوق الجلاش. وبعد كده كان جنبي طبعا كوبايه من اللبن. ابتديت بقى ان انا اجيبها، انا ما بحبش احط بيض يا جماعه. هتوزعي بقى كوبايه اللبن دي على كل الصينيه. تتاكدي بس ان كل الجلاش شرب اللبن، عشان لو ما حطيتيش لبن هيطلع معاكي ناشف برضو. دلوقتي بقى انا جبت جبنه موتزاريلا، انا هحط نصها دلوقتي، وبعد تلت ساعه هخرجها واحط نصها التاني. مش عايزه تحطي خالص ما تحطيش، عايزه تحطي في الاخر بس حطي في الاخر بس. حطيته 25 دقيقه على درجه حراره 200، الفرن متولع قبلها ب5 دقائق. طبعا دلوقتي يا جماعه بقى الفراخ متشوحه عندي في سمنه بلدي زي ما انا كنت لسه عاملاها من شويه. لقيت ان الفراخ قليله كده، قلت اعمل معاها جزرايه عشان تملى الموضوع شويه يعني. جبت كوبايتين من اللبن حطيتهم على النار، ورحت حاطه معاهم الفراخ، ورحت مقطعه جزرايه، وسبتهم بقى ايه مع ملح وفلفل اسود كده، سبتهم يغلوا شويه. كنت انا جبت معلقتين كبار من الدقيق، عليهم ربع كوبايه من الميه عشان ادوبهم كويس جدا جدا وانزلهم عليهم. وهنا بقى لو عندك قشطه حطي، لو عندك كريمه حطي، بتعلي الطعم جدا فوق ما تتصوري. بس انا بصراحه ولا كان عندي قشطه ولا كان عندي كريمه. عملتها بقى يا جماعه وطلعت اكتر من رائع، حلوه جدا. بس زي ما قلت لك يا ريت قشطه او كريمه. بصوا بقى اكلنا خلص ويجنن، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. طبعا يا جماعه دي كلها افكار، لو عندك حتى عزومه هتشرفك جدا في العزايم. ولايك وشير لو عجبكم الدلع، بحبكم قد الدنيا دي كلها. ما تحرمونيش من كومنتاتكم حلوه، واشوفكم الفيديو جاي حلوين. باي باي.